في لحظات الألم وفي ساعات الانكسار قد تهمس لنفسك: لماذا يحدث لي هذا؟ فما من بلاء ينزل إلا وهو يحمل في طياته هداية، وما من محنة ترسل إلا وتكشف غطاء الزيف عن وجوه طالما ابتسمت لك، وتسقط الأقنعة عن قلوب طالما ادعت محبتك. نعم، قد يبتليك الله ليفضح قلوبا لم تكن صادقة، قلوبا تلونت بلون المصلحة وتزينت بكلمات المودة، لكنها ما كانت لك يوما، وما أرادت بك خيرا ساعة واحدة. الابتلاء ليس فقط امتحانا لصبرك، بل هو أيضا كاشف للنفوس من حولك. فمن كان يحبك في رخائك ثم تخلى عنك في شدتك لم يحبك حقا، بل أحب ما كنت عليه لا ما أنت عليه. والحب الحقيقي لا يختبر في الأيام المزهرة، بل في ليالي الحزن وسط الانكسار، عندما لا تملك شيئا إلا الله. ومن يقف معك في تلك اللحظة هو وحده من يستحق أن يسمى قريبا أو محبا. ولذلك لا تحزن إن انكشف الزيف، بل احمد الله الذي أراك الحقيقة دون أن تدفع العمر كله ثمنا لها. كم من علاقات بدت وطيدة تنهار في أول لحظة ضعف تمر بها، وكم من أصدقاء أقسموا ألا يتركوك، فإذا بك تجدهم أول من يتخلى. ليس العيب فيك ولا في محنتك، بل فيهم، لأن الزيف لا يعيش طويلا، وسرعان ما تذروه ريح الابتلاء. الله لا يفضح أحدا عبثا، وإنما ينقذك من أوهامك. قد تظن أن فلانا يحبك، حتى إذا اشتد الخطب اختفى وتوارى ولم يعد له أثر. لم يخذلك الله، بل أنقذك من حب كاذب ووفاء مزعوم وسند هش لا يصمد عند أول اختبار. المحنة رحمة مقنعة، لا تنظر إلى البلاء من زاوية الألم فقط، بل تأمل في حكمته. وكم من علاقة تبني عليها آمالك، فإذا بها تهدمك حين تحتاجها. البلاء يسقط الأقنعة التي لطالما خدعتك، ويعري القلوب التي ادعت قربك، ويريك أن بعض من تمنيت بقاؤهم لا يستحقون دقيقة من حنينك. فلا تحزن إذا كشف الله لك حقيقتهم، بل احمده على لطفه بك، لأن الانكشاف المؤلم خير من الاستمرار في خداع جميل. الله لا يحبك أن تعيش وسط الخداع، فإذا علم من قلبك صدق النية ونقاء السريرة أراد أن يطهرك من الزيف حولك. فلا تحزن، لأن الله يطهرك من كل علاقة غير صادقة، ويقودك إلى مساحات من الراحة لم تكن تدرك وجودها فقط بعد أن تتخلص من الزيف. الوحدة مع الحقيقة خير من الصحبة الكاذبة. لا تخف من أن تبقى وحيدا بعد أن تكتشف زيف من حولك، فالخلوة مع النفس ومع الله خير 1000 مرة من البقاء مع قلوب متقلبة لا تعرف معنى الوفاء ولا تحسن الاحتواء. الوحدة مع الكرامة راحة، والبعد عن المزيفين شفاء، والقرب من الله اكتفاء. فحين تبتعد عن أولئك الذين أسقطهم الله من حياتك لا تفكر فيهم ثانية، لأن الله لا يأخذ منك شيئا إلا ليعوضك خيرا. الله أرحم بك من نفسك، لكن مع الوقت ستفهم أنك كنت تحب من لا يستحق، وتثق بمن لا يملك أهلية الثقة، وتعلق قلبك بمن لا أمان له. الله يعلم ما لا تعلم، يرى قلوبهم ويعلم نواياهم، ويمنع عنك البلاء الأكبر الذي كنت ستقع فيه لو استمررت معهم. فلا تحزن، لأن رحمة الله سبقت حزنك. قد يبتليك الله ليكشف لك من معك ومن عليك، قد يجعلك تمر بمواقف تظنها قاسية، لكنها في الحقيقة كانت ضرورية. قد تسقط لتنهض، وقد تخذل لتبصر، وقد تفارق لتنجو. فلا تحزن إذا كشف الله لك القلوب، فهو وحده يعلم ما يخفيه الناس، وهو وحده القادر أن يطهرك من كل زيف، ويرزقك بالحق والصدق والراحة بعد العناء. ابتسم وقال: الحمد لله على البلاء، لأنه أخرج من حياتي من لم يكن يستحق البقاء.